بتقولي ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ قولوا ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصي لي هنا. اه اه بصي لي. قولوا حطوا لايك. لا كده اهو. اه قولوا حطوا لايك. قول لهم باي باي. كل سنه وانتم طيبين. لا كل علي صوتك. ايوه سنه وانتم طيبين. قوي 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 قوي. من رمضان كريم. حلو يا حلو. حلو يا حلو. بس سيبيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده 8 يوم رمضان. الايام جرت بسرعه جدا الواحد ما حسش بها. النهارده انا معزومه عند والدتي، ف قلت بقى اما اصور لكم السفره بتاعتنا، فاتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ام محمد كلها. يلا قولي بقى انت عامله ايه يا ماما؟ عامله رز ابيض وسمك مقلي وبتاع جمبري مسلوق وعملته بالشوربه، وعملت الرز الابيض مخصوص عشان الشوربه بتاعت الجمبري. انا بعمله دايما مع السمك المقلي اللي هو رز الصياديه اللي هو بالبصله وسلطه وشوربه زهره وطبعا السمك وبابا غنوج وسلطه ولازم منه بقى والحاجات دي كلها محتويات الاكل. وعصير برتقال وعصير القسوس وبيبسي. تمام. ده بقى السفره بتاعتنا. اتمنى بقى تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. بصوا يا جماعه، اول حاجه عملناها زي ما انتم شايفين كده البرنجان هنشويه على البوتاجاز. تمام. فماما بتحب تشويه في البوتاجاز وانا كمان بحب اشويه بصراحه في البوتاجاز، فهنشويه علشان نعمل شويه بابا غنوج كده. ما اقولكوش بقى عسل عسل عسل. يلا خليكم معايا ما نشوف بقى بقيه اليوم هيمشي ازاي. ايه دلوقتي بتعملي ايه بقى؟ بغسل البرجر. بغسله بقول له لازم يتغسل مره واثنين يعني و10. لازم يتغسل كويس. يتغسل كتير جدا. ماشي. وبعدين بصفيه كده اهو. تمام. تبقى في المصفى. في المصفى مش مشكله بقى. لا تجيب مصفى يعني ولا ايه؟ جيب مصفى. تمام. ماشي. ورشه ايه؟ اصفيه خالص يعني كده. هصفيه خالص كده اهو. اخد شويه ملح. عايزه ملح؟ شويه ملح كتير كده اهو عليه. كتير وتقلبهم بس عشان ما يخشش في ايدي بس. ماشي. وتقلبه جامد كده اهو. تمام جامد. وبعدين تقومي شطفاه بقى بالميه. اخد اهو. خلاص انا بصور اهو. يلا دي بس مش دلوقتي. مش مشكله عادي. تمام يلا. خد زي الفل اصلا. وبعدين بشطفه كويس جدا بقى. تمام جدا. تمام. ادي الجمبري خلاص اهوت ماما بتنضفه. بشطفه بغسله كويس جدا. هعمل ايه بقى في الليله دي؟ هعمل ايه؟ هتعملي ان كان على الشغل في شغل كتير. شغل يعني؟ هروح اعمل عصير برتقال. تمام. هتعملي عصير برتقال. واعمل ايه؟ واقلل السمك. واقلي السمك. ماشي اهو. يلا ده بتكون في الجمبري اهو زي ما انتم شايفين. ماما بقى هتغير عليه الميه بقى بدل المره كم مره. لحد ما يبقى ميته فله كده. خلاص ماشي. بصوا بقى يا جماعه، انا دلوقتي هعمل عصير برتقال، فمش عارفه اصوره لكم عشان خاطر ما عنديش ستاند هنا فنسيت اجيبه. بعد ما هخلص هوريكم بقى العصير برتقال. يلا خليكم معايا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنعمل الجمبري ده بقى. هنشوحه. حطينا الجمبري وهنشوحه. بصوا احنا بنخضخضه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى هنحط ايه بعد ما تشوحيه؟ بعد ما اشوحه احط البصله. تمام. والبصله حلوه محترمه كده. وحته توم. تمام. وفي قرنين فلفل اخضر. تمام. وحته فلفل برضو حامي بس صغير يعني حته صغيره عشان في اطفال وكده. احنا هنسلق الجمبري. احنا بنحب الجمبري مسلوق بالشوربه كده. انا ما بقلبوش عشان انت بتخضخضيه. يعني كده. طب ماشي. بصوا يا بعد ما بتشوحوا بتحط فيه البصل والفلفل والطماطم وفصين من الثوم وتشوحهم كلهم مع بعضهم. هو ريحته طلعت دلوقتي ما اقولكوش بقى على ريحته. اللهم اني صايمه بصراحه، ريحته جباره. المهم وبقول لكم بقى بتحط في الاخر بقى بحط له بهارات عباره عن كمون وكزبره ناشفه ورشه فلفل اسمر صغيره جدا جدا، والملح بتاعه طبعا تظبطيه. وقبل ما تطفيه مفيش بثواني تعصري عليه عصره ليمون ومش اكتر من كده. تاخدي احلى شوربه جمبري وطعمها خطير. يلا برضك خليكم معانا ونشوف الفيديو هيكمل ازاي.
الريحه جباره، الريحه جباره. حطيت ايه بقى؟ كمون، شويه كمون وشويه كزبره وشويه بهارات سمك بجيبها من عند العطار طبعا. والملح بقى في الاخر خالص ورشه فلفل اسمر صغيره خالص. ورشه فلفل اسمر صغيره خالص، وفي الاخر خالص بقى لما اطفي عليه وبيقعد 10 دقائق بيتسلق. هحط الميه دلوقتي واقوم حاطه رشه بتاع عصره النص ليمونه وشويه الملح بس، مش اكتر من كده. ريحته جباره يا جماعه، شوربه روعه. الواحد لما يبقى صايم ويشم الريحه ديت بجد يعني اللهم اني صايم. ايه رايك في الريحه؟ جميله ما شاء الله. الريحه حلوه ما شاء الله ما شاء الله، ما بقلبوش خالص. جميله، ريحه روعه روعه روعه. تمام يلا. ما بقلبوش خالص، انا بتنفضي كده كده. يا سلام يا سلام يا سلام، الريحه بتهفف عليا. اللهم اني صايمه. لا بجد والله الريحه جباره جباره. يلا انت هتعملي السمك دلوقتي؟ السمك دلوقتي تمام. هو انا ونرق صوص زي ما بقول لكم كده بيتخمر دلوقتي، والسمك هنعمله والرز برضك هنعمله. يلا خليكم معايا كده. حطينا بقى الميه بتاعته اهوت. حطوا ميه بقى مغليه يا جماعه زي ما انتم شايفين. بقى نحط الميه بتاعته. يا سلام، بس كده. الف هنا وشفا للي نصيب في اي حاجه ياكلها ان شاء الله. بس تمام. انا ماما ما بتحطش شوربه كتير او ميه كتير عشان يبقى شربته مركزه كده وطعمها خطير خطير يا جماعه. بصوا دلوقتي ماما بتنضف بس السمك. قلت لها هنضفه لك انا مش راضيه. فماما مش دي كان عزومه؟ يا حبيبتي. بصوا بقى كانت ماما عزماني باين 4 يوم ولا 5 يوم مش فاكره. المهم كانت عزماني بقى على بط ومحشي، وتحت المحشي بقى كان لحمه، وكان يعني شغل عالي جدا. ودي تاني عزومه لماما. بس اول عزومه ما عرفتش اصور، كنت جايه لها يا دوبك المغرب كان اذن على ما اظن. المغرب كان اذن وانا كنت جايه متاخر فما عرفتش اصور حاجه خالص. بصوا بقى دلوقتي ماما بتنضف السمك بالملح، ماسكاه بقى بالملح كده. لازم يتمرط كده اهو بالملح عشان يضيع اي صفار. ما شاء الله بتخليه زي الفل. يعني شايفين الملح قد ايه؟ وبعدين هيشطف بقى، وبعدين تملحه بقى بالثومه بالكزبره بالكمون بالليمون بالفلفل الحار. وبعد كده تبدره بالدقيق ونقليه بقى. يلا. وانا عملت البرنجان قشرته. احط عليه دلوقتي توم وكمون والطحينه. هكتر فيه بالطحينه، احنا بنحب الطحينه بيبقى فيه كتير شويه، وهظبطه باذن الله. بصوا دلوقتي بقى هاخد التوم اهو زي ما انتم شايفين، وحته تومه كده صغيره، فصين ولا حاجه. ودي البهارات. انا البهارات دي كانت شامله بقى كل حاجه، عباره عن كمون كزبره شويه ملح شويه فلفل اسمر صغيرين خالص. وايه تاني؟ حاطه فيها حاجه تانيه بس كده. هظبط بقى البهارات بتاعته، وهحاول اهرسهم كلهم مع بعضهم كده. وهحط طحينه. الطحينه اهي هفتحها بقى وهي هحطها. بصوا انا كده حطيت خلاص الطحينه وظبطتها والبهارات والتومه بتاعتي، ظبطت كل حاجه. شايفين منظرها وريحتها جميله جميله يعني بصراحه. يلا هكمل معاكم الفيديو باذن الله. بصوا بقى دلوقتي ماما بتغسل الرز وانا دلوقتي هقلي السمك اهو زي ما انتم شايفينه. انا بدرته وماما تبلته بقى بتومه بكمون ببهارات السمك وكزبره وفلفل حار ورشه الملح ورشه فلفل اسمر صغيرين. والرز اهو زي ما انتم شايفينه بيتغسل كويس جدا، والسمك اتبدر وهقليه اهو. هحط السمك بقى دلوقتي معاكم اهوت. بصوا بتاعي كده. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده بقلي السمك. ماشي. كنا في المانجا كده ايه روعه باجي بقى شويه. وده زي ما انتم شايفين كده قطايف وبلح الشام. ايه رايكم؟ كل دي جوله على السفره، بس لسه بقى هنكمل بقيه الاكل. سمك وجمبري وبابا غنوج وشوربه وسلطه ولسه الرز وعصير برتقال وعصير عرق سوس وبيبسي. ايوه يلا شايفين بقى